لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي منين الحكاية؟ كتير من إخواتي على فيسبوك في التعليقات بيسألوني أنت جيت يا عمدة أمريكا إزاي؟ وهل رحلتك كانت صعبة ولا سهلة؟ النهاردة إن شاء الله هحكي لكم الحكاية بالتفصيل، مع إني رديت كتير في التعليقات، بس على اليوتيوب هنحكي باستفاضة وهنشوف الرسالة اللي غيرت حياتي رأساً على عقب. والرسالة دي جاتني في زجاجي عايمة في مية. عايز تعرف الحكاية؟ كمل معايا باقي الفيديو وهات فنجان القهوة أو كوباية الشاي ويلا بيني نحكي الحكاية. قبل ما نبدأ الحكاية صلي على النبي الزين الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو وكومنت عشان صوتنا يوصل للجميع. ونبدأ على بركة الله الحكاية. دخلت السعودية في 2011، رحت وسط ولاد عمي هناك، وأنا زي ما قلت لكم أنا صنايعي سيراميك. وصلت جدي، منطقة في السعودية اسمها جدي، في مدينة صغيرة اسمها بحر المجاهدين. نزلت هناك حالي حال أي شاب عايز ربنا يكرمني وأبدأ أكون حياتي ومستقبلي وأشتغل زي أي واحد صعيدي من اللي معي سافروا دول الخليج. لما وصلت هناك في صنايعية قدام عني كانوا. المهم أول ما وصلت وربنا كرمني ابتديت أطلع على الشارع في منطقة بحر المجاهدين اسمها الخرسان. كنا نروح نوقف هناك عشان الواحد يحصل زبون. المنطقة دي أو المكان ده اسمه الخرسان، مبني كبير مختص بمواد البناء، وكل الناس واقفة قدامه، باكستانيين على هنود على بنغال على أفغان، من جميع الجنسيات. طبعا طالع مطلع فممكن تحسوا بنهقة في الصوت شوي، وأنا راجل مدخن صراحة يعني. المهم كنت أطلع كل عصري عشان ربنا يكرمني وابتدي أعمل زباين. مع الوقت ربيت زباين والحمد لله، فابتديت أخف رجلي على المكان ده، ما اطلعش كتير طالما عملت زباين وعلى أرقام التليفونات زبون يجيب زبون. كنت أطلع ساعتها كان عندي صديق محترم جدا جاني من مكة عشان يشتغل معاي. هي يا عمدة المقدمة الطويلة العريضة، ما انتوا لازم تسمعوا الحكاية من أولها لآخرها عشان موقف زي ده ممكن يتكرر مع أي شاب. المهم كنت أنا وصاحبي دي اسمه ممدوح، طبعا المنطقة دي اللي أنا عايش فيها، واخدكم على البرك نحكي شوية هناك. ما احنا هندردش وهفرجكم برضو على المنطقة اللي أنا عايش فيها. أنا امبارح قعدت شغال الساعة 10 بالليل عشان أشطب وأفضل النهاردة أصور لكم الحلقة والحق منتجة إن شاء الله. ده بارك زي ما انتم شايفين، أي منطقة سكنية هنا في أمريكا فيها بارك زي دي. دي منطقة ريفية زي الصعيد عندنا. خلينا في حكايتنا. كنت أنا وصاحبي ممدوح نطلع كل عصري نتوكل على الله، نوقف على الخرسان عشان نرقط رزقني. وكان دايما الواد ده بشوش جدا، يعني كان صنايعي جميل وقلبه أبيض وصادق في كلامه، وطبلته على طبلتي، مشيته على مشيتي، شمال شمال يمين يمين، كان منتهى الأدب والاحترام. فكان في يوم الدنيا مشبرة وما فيش شغل خالص، قال لي يا عص، قلت له يا ممدوح، قال لي الشمس غابت مش هنروحوا. كنا نوقفوا على الشارع وتراب وسيارات والسعوديين يجوا زي كده يوقفوا يعوزوا صنايعي 1000 يجروا عليهم. الواحد ما كانش يجري على حد، كنت أقول اللي هيجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. ده في بداية وجودي في السعودية. مع الوقت ابتدينا نعملوا زباين. فكنا ساعة العصرية زي كده نقعد، وكان يضحك ويقول لي يا عص شكلها مصمص من هردي. أقول له ما تستنى لحد ما تغيب الشمس حتى، ولا المغرب خلينا يمكن تفرج. يقول لي زي بعضه. يد للمغرب ناخذوا بعضنا نروح نصلوا في المسجد. كان ساعتها في السعودية ممنوع الوقوف أثناء وقت الصلاة في الشارع. نصلي المغرب وبعد كده نتوكل على الله نروحوا لبقالي. كان البقالة صاحبها بنقالي، وبقالة تاني جنبيهم في بقالة مختصة بالإخضار، وبقالة تاني مختصة برضه بمواد غذائية. أخذ الإخضار ده من مكان كان صاحبها اسمه حرمش، كان راجل 10 على 10، كان يحبني جدا. والبقالة التانية اسمها مرحبا،
كان شغال فيها اثنين هنود، واحد اسمه بكر وواحد اسمه المثقف. انا سميته المثقف لان كان دايما يقرا جرايد بالانجليزي، فكنت على طول اقول له يا مثقف، وكانوا يعرفوا عربي وكانوا يحبوني جدا. كان ممدوح صاحبي يقول نفسي يا عمده اعرف انت ما تعمليها للناس عشان تحبك زي دي. قلت له والله دي المحبه من عند ربنا، انا ماشي معهم بقلب خالص وبنيه بيضة وبضمير صافي، وهي جايه كذي، والمحبه دي فعلا من عند الله. لو ما عملتش لايك وشير، اعمل لايك وشير، ناخده عشاني وناخده خبزني ونتوكل على الله. على السكن كان فيه اولاد عمي، كنا حوالي 10 تنفار. اول ما اخش طبعا انا كنت البيج بوس بتاع السكن، اكبرهم سنا وكنت احبهم ويحبوني، وهم كانوا يقدروني لان انا كنت علاقتي كويسه جدا مع اولاد عمي في السكن. مش فرض اوامر وزعيق ونواهي حدش ليه حكم على حد، بس بالادب وبالاحترام والذوق. نخشوا نحطوا الاكل عليا المطبخ، واللي عليه العشي يعمل العشي، ونقعدوا بعد ما نتعشوا اللي يروح يلعب كشتيني، اللي يروح يلعب ضمنه مع بعضيهم. ممدوح كان يحط الشيشه في خشمه وكان يشرب معسل، الله يسمح لك يا صاحبي، وان شاء الله الفيديو ده يوصل لك يا صاحبي. ويقعد يكركر في الشيشه الساعه 10 كله نيام، لان اغلبهم كانوا يشتغلوا في نجاره مع مقاولين. انا كان في الفتره دي ما عنديش شغل، كنا نسهر انا وصاحبي ممدوح. وفي ليله من الليالي سهرانين، كان معي ساعتها تليفون سامسونج جالاكسي اس 3، لسه محتفظ بيه حتى الان، لان التليفون ده هيبقى له قصه وحكايه معانا بعدين. حتى لما جيت امشي من السعوديه نهائي، ابن عمي كان عايز يشتريه، قلت له عارف لو هتدفع فيه اضعاف الريالات اللي انا اشتريته به مش هبيعه. قال طبعا يا سيدي من حقك، ده وصلك فين؟ للعالميه. المهم يا علي، المهم قاعدين زي كده وممدوح، كانت حوالي الساعه 1 الساعه 2. لو ما عملتش لايك وشير، اعمل لايك وشير عشان الفايده تعم للغير، واشترك في القناه عشان القناه لسه جديده وعايزين نحكي الحكايه كلها ان شاء الله. نفس القعده ونفس الكنبه، انا قاعد على كنبه بس مع اختلاف الزمان والمكان. انا استرجع الذاكره معكم علشان ما انساش اي حاجه. قعدت نفس القعده دي في السعوديه، بس ديكها كانت كنبه سفنج مش حديد زي دي، وفي بارك زي دي. المهم كانت حوالي الساعه 1:30 بعد ما نزلت تطبيق ويشات. وطبعا انا ساعتها ما كنتش اعرف الفيسبوك، كان موجود بس ما كنتش اعرف حاجه فيه، ولا كان فيه انستغرام ولا تيك توك. نزلت التطبيق وعملت عليها اسم، سميت الاسم ساعتها هارد تايمز، اوقات عصيبه. طبعا مواليد الثمانينات يعرفوا الاسم دي. الاسم ده جاني من خلال القصه اللي درستها في الثانويه العامه للكاتب الانجليزي العظيم تشارلز ديكنز، كنت احبه جدا وحبيت القصه دي جدا في الانجليزي ساعتها. سميت الاكونت بتاعي بنفس الاسم وتوكلت على الله، قعدت اتفحص البرنامج. طبعا صاحبي ممدوح كان قاعد جنبي مع يلعب كشتيني على اللابتوب وحط الشيشه في خشمه، وانا قاعد مع اتفحص البرنامج. المهم البرنامج ده كان فيه ميزه اسمها ميزه الرج، ترج التليفون كده تطلع لك بروفايلات ناس وكده يعني. شفت الميزه دي، بس لقيت ميزه تانية اجمل واحلى، يمكن يعني في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. الميزه دي تحسها من حكايات الف ليله وليله. والله زي ما احكي لكم، تلقى زجاجي وتدوس على التليفون والزجاجه تصير في الميه، وتقابل مثلا زجاجه تاني، او مثلا تطلع لك قزازه من البحر كده يعني. فانا دست على التليفون واترمت القزازه بتاعتي اللي هي بالبروفايل بتاعي. تمام، خبطت في زجاجه تاني، طلعت الزجاجه الثانيه. والله هذا ما حصل زي ما احكي لكم، خبطت في زجاجي طلع منها بروفايل. دخلت على البروفايل، صراحه كان في مقالات ادبيه وفلسفيه وبالانجليزي وبالعربي، جبران خليل جبران وامل دنقل وديستيوفسكي. انا احب الحياه دي من زمان، قعدت اقرا فيها ولايك بس اتلخبطت. يعني البروفايل في حياه بالانجليزي وفي حياه بالعربي. قلت عادي يمكن انسان مثقف، بس والله ما كنت اعرف هي في امريكي ولا مين دي ولا اي حاجه. المهم عجبني البروفايل وخدني الفضول، رحت باعت رسالي على الاكونت بتاعي. بروفايل جميل
حياة جميلة، حياة أدبية، حياة حلوة كده يعني. أبدت إعجابي، ما فيش رد. صاحبي ممدوح ابتدى ينعس، كانت حوالي الساعة داخل على 3:30 كده يعني. قلت له قوم نام يا ممدوح. قال لي مش هتنام يا. قلت له والله البرنامج ده عاجبني وبرنامج جميل ومسلي، هشتغل عليه شوية واشوف هي دنيته. قال لي والله يا عص انت فاضي، انا هقوم انام. خد بعضه وراح ينام، وانا قاعد نفس القعده دي بس كنت متكي لورا كده ونجوم فجاي وقاعد ومسلطن يعني. شويتين جاني رد، هو ار يو. هو ار يو طبعا انا اعرف انجليزي، وهو ار يو سهلي. المهم قلت انا عصام المصري مش عارف ايه، قاعد كده يعني تعرفي بنفسي. اتقرأت الرساله بس ما فيش حد رد. قلت زي بعض وماشي. قعدت شوي وبعدين توكلت على الله ورحت نمت. مش عارف بعدها بيومين او 3 رحت بعت رساله تاني. المهم بعتت لي رساله بالانجليزي، كنت اترجم على جوجل واقعد احول ومش عارف ايه، وانا شايف حياه بالعربي على الاكونت. رحت قلت لها يو سبيك ارابيك، نفس اللفظ كده، لان في حياه بالعربي على الاكونت. بعدين قالت لي انت مين بالعربي. اول ما جتني رساله بالعربي قلت يا سلام، ما خلينا بالعربي ده، انا ما عمال اروح على جوجل واروح وترجم وكده يعني. المهم كتبت تاني برضه تعريف عن نفسي، انا فلان الفلاني ومن الصعيد مصر. اول ما قلت لها صعيد مصر يا جماعي، وعلى طول عن جد من صعيد مصر، بجد من صعيد مصر. يمكن كررتها 4 مرات. قلت وهي اول مره تشوف الصعايده ولا إيه؟ قالت لي انا محترم الصعايده جدا، والصعايده ناس محترمين، وفي حياه كنت اشوفها في المسلسلات والسينما، وانت تعرف منين الامل دنقل وجبران خليل جبران. قلت لها انا بحب الحياه دي جدا، والحياه دي جدا مع قدرها يعني، الادب والشعر والفلسفه والروايات والكلام ده. المهم خدنا ودنا في الكلام، وبعدها بشوي مش عارف اختفت، ما ردش علي تاني. انا بيني وبينكم اتلهيت في الشغل وقلت يلا مش مشكله. بعدها يمكن باسبوع ولا 10 ايام مع الفترات يعني، بس فترات متقطعه، رحت بعت لها تاني. بعديتي ردت علي قالت لي انت عايز ايه؟ قلت لها مش عايز حاجه، بس انا يعني لما قلت من الصعيد ومن الصعيد كنت عايز ادردش معك شوي. قالت له والله انا في الشغل ومش عارف ارد عليك دلوقتي. قلت لها حضرتك شغاليه؟ قالت لي انا شغاله كير جيفر. كير جيفر اللي هي ايه، زي ممرضه يعني في مستشفيات وكده وكبار السن. قلت لها يديك العافيه. وانت شغاليه؟ انا صنايعي سيراميك. وخدنا ودينا ايه في الكلام مع الشهور ومع يعني الموضوع ابتدى يمتد ونعرفوا بعض اكثر. وانت شغاليه؟ قلت لها انا صنايعي سيراميك وكذا، ووريتها حاجات من شغلي وصار بينا التعارف يبتدي يتعمق اكثر واكثر، والعلاقه ابتدت تتوطد. وجات قالت لي الكلام ده بعد فترات صراحه، يمكن سنه يعني سنه ونص، يمكن اكثر، والله ما متذكر بالضبط، بعد فتره. قالت لي يا عصام انت انسان محترم وتستاهل كل الخير، ايه رايك تجي امريكي؟ قلت لها اجي امريكي؟ انا عمري ما فكرت اجي امريكا ولا اسافر امريكا. قالت لو جيتي هنا انت ربنا يكرمك وتشتغل وتعمل احسن بيزنس. انا شفت فيك الشاب المحترم الخلوق، عمرك ما شفت منك حاجه وحشه، ما تتكلم معي بكل ادب واحترام. وابتدت هي يعني تمدح في، وانت مثال مشرف للصعيد. قلت لها ربنا يخليك. طبعا انا زوجتي اساسا من العراق. قلت له العراق اهل كرم وناس محترمين، وانت يعني انا مش عارف اقول لك ايه، مع تكافحي عندك. وكان عندها ساعتها 3 اولاد، كانوا يعني اعمارهم مش عارف 11 و9 و12 ويعني وكان في طفل صغير وبنت، معها 3 ولدين وبنت. فقلت لها يعني الله يديك الصحة. وكنت أشوفها طبعا تطلع على الشغل وترجع طبعا الأولاد قلت لها الله يساعدك. فصراحة زاد إعجابي به، وهي برضو زاد إعجابها بي. قالت لي وأنت شاب جدع وما شاء الله مجتهد وما تشتغل. قلت لها والله المصريين كلهم نفس القصة ونفس الحال، ما يشتغلوا ويتعبوا ويبذلوا مجهود. قالت لي يا رأيك تجي أمريكي؟ قلت لها أجي أمريكي؟ قالت لي أيوة. وانا وش على طول قلت لها وانا يشرفني ان انا ارتبط بيك. اول ما قلت لها ارتبط بيكي وزواج، قلت انا راجل صعيدي ما احبش اللعب ولا اللف والدوران، واحب الحاجه الصح. ايه رايك نتزوجوا؟ قالت لي، سكتت شويه وابتسمت كده يعني. وبعدها فتره قالت لي يا عصام انا ان شاء الله هجيك مصر، بس انت لازم تنزل نهائي من السعوديه عشان اعمل لك فيزي.
أنا على طول برضه فكرت في الموضوع، قلت والله إن شاء الله يعني إيه ربنا يمكن سايب لي حاجة كويسة في الموضوع دي. وكله ده كان من خلال الشات، شايفين إزاي؟ بس كان عندي ثقة عمياء فيه من عند ربنا، وهي نفس القصة عندها في ثقة غريبة الشكل، اللهم لك الحمد يعني. كلمت كفيلي ساعتها قلت له أنا عايز أخد أجازة، قال لي في حاجة معك؟ قلت له نازل أتزوج. تتزوج؟ قلت له أيوه هتزوج أمريكي. قال لي أمريكي يا عصام؟ أنا ما فاضيش لي المشاكل وكذا وكذا، كان يعني يخاف شويه. قلت له يا عمي ده انا هتزوجك في مصر بعيد عنك. قال لي لا ما اقدرش وما اقدرش اديك اجازه. قلت له خلاص اديني نهائي. يا ولد نهائي؟ قلت له ايوه اديني نهائي. طبعا ساعتها ده كان قرار مصيري، هغامر واجازف بكل حاجه، هسيب الفيزي اللي انا طبعا دافع فيها فلوس وعملت ناس في السعوديه، انا اختصرت قصه السعوديه دي، كله ده هسيبه وهودعه، وكله بوعد وكلمة من زوجتي انه هي هتجيني مصر وايه هتساعدني ان شاء الله انها تعمل لي اجراءات فيزي واسافر فيها امريكي. قلت له اديني نهائي، خدت منها الكلمة وتوكلت على الله، ورهنت مستقبلي وحياتي قصد الكلمة منه، وهي برضو وثقت في بكلمتي لما قلت لها هتزوجك بما يرضي الله وهكون راجل معك. وبالفعل طبعا يعني اللهم لك الحمد. الواحد انتوا عارفين الصعايده، مش هحكي عن نفسي، الصعايده لما تلاقي راجل صعيدي صح يدي كلمه يدي كلمه. وطبعا يا خلاص كده انا خدت القرار وخدت النهائي وكل حاجه جاهزه. صاحبي ممدوح قال لي يا عوص ايه حصل؟ ايه قلب راسك وقلب دنيتك نهائي وتجازف؟ ما جبت السيره لحد انا على اللي هيحصل ولا على زواج ولا على اي حاجه، خليت الموضوع سكتم بكتم، فيش غير كفيل اللي كان يعرف. ورهنت كله دي قصدية كلمة منها انها هتجيني مصر، واتفقنا ان انا هنزل القاهرة وهي هتقابلني في القاهرة. وفي الحلقة الجاية ان شاء الله هنكمل القصة وهنشوف مدى تأثير الكلمة والوفاء بالوعد. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان صوتنا للجميع. جايز شاب في يوم من الايام يوقع في نفس اللي انا وقعت فيه يلقى حاجة يستفاد به، وإن شاء الله يكون القصة عجبتكم أو الحكاية، وإحنا لسه هنسترسل فيه في الحلقات الجاية. وإحنا حاليا وقفني على أعتاب مغادرة السعودية والعودة للقاهرة، ومنتظر زوجتي تجيني من أمريكا على القاهرة، وخدت منها كلمة وهي خدت مني كلمة. تحياتي لكم.